ما تنساش تشتركوا في القناة والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. السلام عليكم، مرحبا بكم. نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال ثم كتشاهدوا هذا الفيديو. معكم شيماء. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا مع بعض شوربه بالخضار مع قطع من صدر الدجاج او قطع الدجاج اللي بغيتو. كتجي لذيذه بزاف ومزيونه، واخا هي فيها قطع الخضر اللي هما باينين، ولكن المذاق كيجي مختلف وما كيجيوش باينين. حتى اللي ما كيعجبوش بزاف الخضر يقدر يشربها وكتجي مزيونه بزاف. نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نحتاجو واحد البصله متوسطه نقطعوها بهذا الشكل اللي هو مربعات صغارين، وغادي نحتاجو طنجره نوضعوها على النار تكون متوسطه، يعني ما تكونش مجهده ملي كنكونوا كنحضروا في الاول الشوربه ديالنا. فهنا غادي نوضع في الطنجره هذا المزيج هذا اللي هو عباره عن زيت الزيتون مع الثوم مبشور وشويه زيت المائده. فهنايا ملعقه صغيره من الثوم مبشور وكميه من زيت المائده وزيت الزيتون. كنخليوهم مع بعضياتهم واحد المده وساعه كنستعملوهم. اذا بغيتو يعني تنكهوا هكذا زيت الزيتون ديالكم بالنكهه قويه من الثوم كيجي مزيون بزاف. فانا كنفسخ داك العجينه اولا داك الكتله اللي هي الثوم. النار كيف قلت تكون متوسطه، فغير كيسخن هذا شويه الزيت كنضيفوا داك البصله اللي مقطعه. من الافضل انكم تكون عندكم مقطعه قبل باش ما يتحرق لكمش الثوم. يعني بعض الخضر ممكن اننا نقطعوهم خلال ما يكون الخضر اخرى كطيب، يعني مثلا هاد المكونات تكون كتشحر وحنا باقيين كنقطعوا انواع الخضر اخرى. ولكن هنايا في المرحله هذه ضروري تكونوا مقطعين البصل قبل وعاد تضيفوهم باش الثوم ما يتحرقش، يعني فقط كيكون كيسخن وتضيفوا هاد البصل او قطع البصل هكذا صغيره. قطعنا الخضر كاملين صغارين حيت ما غاديش نطحنوا هاد الشوربه، غتبقى هكذاك بالقطع كتجي لذيذه بزاف ومزيونه. فانا ضروري نشحروا هاد البصل مع الثوم حتى كيدبل واحد شويه. نحاولوا نبقاو نحركوهم باش ما يلتصقوش في الطنجره اذا كنتمناو اللي ممكن يلصق لكم. فغادي نخليوه هكذا يتشحر على نار مهيله وندوزو نوجدو الخضر اللي غادي تكون من بعد. فهنا غادي نحتاجو السلك كيف كتشوفوا يكون طري ومزيون مغسول مزيان منقي. فهنا الاوراق قطعتهم بهذا الشكل اللي هو هيدا طويل، يعني غير مقطعين عاديين. وحتى هاد العروق ديالو حتى هما غادي نقطعوهم يكونوا قطع صغيره، يعني اصغر طبعا من الورق. نحاول نقطعوهم في الشكل اللي قطعنا به البصل، يعني مربعات صغيره. فنفس القياس غادي نقطعوا هاد العروق اولا هاد السيقان السلك. كيف كنعرفوا السلك عنده واحد المنافع مزيونه حتى هو ومزيون ينضاف هيدا في الشوربات وما كيجيش يبين، ما غاديش يجي باين يعني المذاق ديالو. فانا غادي نضيفوه على البصل من بعد ما تشحر كميه صغيره، يعني مثلا نقولوا 4 الاوراق من هاد السلك هدايا. 4 الاوراق يكونوا مزيونين. وحتى هاد الشوربه هذه يعني هي كميه صغيره ماشي كميه كبيره. اذا بغيتو تضاعفوا الكميه فكيبقى لكم الاختيار. وكذلك كنبقاو نحركو حتى كيدبال هاد الاوراق يدبالو كيطيحوا والحجم ديالهم طبعا كينقص بزاف. عاد غادي نضيفو نوع الخضر اللي من بعد، يعني كل نوع كنضيفوه كنمزجو مزيان. وغادي نشوفوا حتى طريقه التقطيع ديالهم باش تحصلوا عليهم يعني يطيبوا لكم دغيا وكيجيو الشكل ديالهم مزيون في الشوربه. فكنخليوهم ياخذوا داك النكهه د البصل مع الثوم مع الزيت كيتشحروا مزيان. كل خضره كتاخذ حقها حتى هاد التشحير كتعطي واحد المذاق مزيون للشوربه ديالنا. فانا من بعد ما تشحروا غادي نضيف الجزر اللي هو اللولي. عندي هنايا مبشور بهذه الطريقه اللي كيجي على شكل مستطيلات، يعني تقريبا بحال اللي مقطع بالسكين ولكن رقيق. اذا ما قدرتوش تحصلوا على هذا الشكل هذا اللي هو مستطيلات، ممكن تبشروه بالمبشره العاديه اللي كتخرج شكل كبير يعني مبشره، او تقطعوه بالسكين ولكن غادي ياخذ وقت اكثر. يعني من الافضل انكم تبشروه احسن. وحتى هو نشحروه شويه، ضروري انهم يتشحروا واحد شويه عاد نكملوا المكونات ديالنا. فانا بعد ما تشحر غادي نضيف ملعقه كبيره من الشوفان مطحون. هذه هي الشوفان مطحون. ممكن انكم تضيفوا ملعقه كبيره من الطحين الدقيق الابيض العادي ممكن تضيفوه. فانا ضفت ملعقه كبيره من الشوفان مطحون. كتجي يعني كيخسر حتى هو كتعطي واحد الخضوريه وكيجي مذاق مزيون. وكيف كنعرفوا صحي، يعني اللي باغي شوربه صحيه يحضروا بهذه الطريقه هذه كتجي مزيونه. دابا غادي ندوزو نقطعو هاد البرينجال او الباذنجان ضيفوه للوصفه. كيجي مزيون في الشوربات كيجي مزيون كيعطي حتى هو واحد الثقاله للشوربه، يعني كيتقله وكيجي مذاق مزيون، يعني ما تستهنوش به في الشوربات. فانا غادي نقطعوه بداك الشكل الطولي كذلك
بطريقه سهله كيف شفتوا قطعت دوائر ومن بعد كنرصهم هيدا فوق بعضيهم وكندوز نقطع بهذه الطريقه، يعني كميه كبيره مره واحده، وكتخرج لنا الشكل اللي هو دغيا غادي يطيب في الشوربه ما غيتعطلش. وبالنسبه للخضر ديالكم ممكن انكم تقطعوهم من قبل وتوجدوهم، عاد دوزو تحضروا الشوربه ديالكم ووضعوهم بهذا الترتيب هذا. وبالنسبه لهاد القشور ديالو البرنجال ممكن انكم تحتفظوا به كامل اولا تقطعوا جزء وتخليو جزء، يعني تقشروا جزء وتخليو جزء، واذا ما كتبغيوهمش ممكن تقشروهم مره واحده، ولكن راه مزيانين فيهم حتى هما المنفعه ديالهم. فانا كنضيفوهم على المكونات كاملين، هاد البرنجال هاد القطع البرنجال كنضيفوهم على المكونات اللي كانوا من قبل. النار تكون مهيله اذا كنتو باقيين كتحضروا الخضار ديالكم، اما اذا كانت يعني الخضار ديالكم واجده عملوا نار متوسطه، ومني تشحروا كل ما تشحروا النوع الاولي ضيفوا النوع اللي من موراه. هنا غادي نضيف هاد قطع من صدر الدجاج اللي هما مقطعين بهذا الشكل هذا حتى هو طولي كيف كتشوفوا. ممكن تستعملوا قطع من الفخذ مع الصدر او ديك الرومي، كميه قليله فقط، يعني ضات كميه صغيره. وكيف قلت لكم هاد الشوربه هذه فهي كتخرج كميه صغيره، نقدروا نقولوا ثلاثه طاسات اللي هما كبارين، كتخرج ثلاثه طاسات اللي هما كبارين. وحتى الخضر كميه قليله، يعني غادي نعاود معكم بالتفصيل العدد الخضار وشنو عملنا بالترتيب منين نكملوا المقادير كامله ونوضعوهم في طنجره. فهنا غادي نبداو نضيفوا التوابل. اول حاجه طبعا غنضيفوا هي الملح، كيبقى على حسب ذوق كل واحد. هنا غنضيف ملعقه صغيره تقريبا من الملح على هذا المقدار هذا من الخضر. وغادي نضيفوا كميه من الكيمون او الكمون، راس معلقه او نصف معلقه صغيره، رشه من الفلفل الاسود يعني الابزار، ونصف ملعقه صغيره من الفلفل الاحمر بودره او تحميره، وكذلك نصف ملعقه صغيره من السكنجبير او الزنجبيل بودره، وشويه الخرقوم او الكركم ربع ملعقه صغيره. والقرفه غادي نستعملوا رشه صغيره من القرفه. فهادو هما التوابل اللي استعملنا. غادي نوجدوا دابا المكونات ديالنا ونضيفوا الفلفل الاخضر نتوفر لي، ضفت كميه صغيره فقط ومقطعه رقيقه، يعني اللي كيبغي المذاق الفلفل يكون باين، فاللي كيبغي المذاق الخضر بصفه عامه ممكن يعمل الكميه اللي بغا. فهنا هي كميه صغيره من الفلفل غادي نمزجوها مع المكونات. وغادي نستعملوا كذلك القرع خضار او الكوسه، حتى هي غادي نقطعوها بنفس الطريقه اللي قطعنا بها البرنجال او الباذنجان، فقطعناه دوائر ومن بعد كندوزو نقطعوها بهذا الشكل هذا باش كنحصلوا على هاد الشرائح اللي هما طويله. دغيا كيطيبوا كيف قلت الطريقه هذه دغيا كيطيبوا، وكتجي الشوربه يعني سهله وسريعه وفي نفس الوقت غنيه بالخضار والمذاق ديالها مزيون ولذيذ. فمن بعد ما تشحر غادي نشوفوا كميه الماء اللي غادي نضيفوه، المنسمات كذلك اللي غادي نضيفو. فبالنسبه لعدد الخضر اللي استعملنا ملعقه صغيره من الثوم، واحد البصله اللي هي متوسطه، ثلاثه الاوراق د السلك تقريبا، واحد الحبه من الجزر تكون كبيبره، واحد الحبه من الباذنجان واخا تكون متوسطه، وضفنا عليهم كميه الدجاج اللي غادي نستعملو. ومن بعد ضفنا كميه صغيره من الفلفل الحلو الاخضر، ممكن تستعملوا الاحمر، والكوسه او القرع واحد الحبه اللي هي متوسطه، وملعقه كبيره من الشوفان. وكذلك التوابل استعملناهم على حسب الترتيب اللي شفنا في الوصفه. ملي مزجنا كلشي مع بعضياتو وتشحر غادي نضيفوا الماء اللي هي كميه واحد اللتر من الماء، يكون غليان، ضروري يكون الماء غليان. وغادي نضيفوه على هاد المكونات ديالنا. غادي نستعمل واحد اللتر. واذا شفتوا الخضر ديالكم ما طابتش من بعد يعني واحد المده كدوزوا تحركوا الخضر ديالكم والماء نقاص بزاف مثلا، ممكن انكم تضيفوا نصف لتر من الماء على الوصفه ديالنا. ونتاكدوا بلي القاعده ما ملتصق فيها حتى شي حاجه قبل ما نضيفوا المنسمات ونشدوا على الطنجره باش تطيب. فهنايا غادي نضيف ورقه الرند او ورق سيدنا موسى، ورق الغار، وغادي نضيفوا ملعقه كبيره من المعدنوس اللي هو مقطع بهذه الطريقه هذه، مقطع رقيق. فهنا صافي غادي نخليو الشوربه ديالنا طيب، نار متوسطه، نغطيو على الطنجره ونخليوها كطيب. وقبل نص ساعه نشوفوا الخضر ديالنا واش طابت. فملي كتكون الخضر طريه دغيا كطيب وكتوجد الشوربه وكتجي لذيذه بزاف. واذا عجبكم الفيديو ما تنسوش انكم تضغطوا على زر الاعجاب، واللي ما مشتركش معنا مرحبا والف مرحبا، ما تنساش انك تشترك في القناه وتضغط على الجرس باش يوصلك دائما الجديد. وشكرا لكم بزاف بزاف اللي كتخليو لي تعليق مزيونه بحالكم. فهنايا كنتاكدوا بلي ورق الرند غادي نزولوها. واذا جبرتوا مثلا الخضره ديالكم طابت مزيان، الدجاج حتى هو طاب مزيان والكميه ديال الماء كانت بزاف زايده، فغادي نخليوها على النار مشعوله
وباش كيتبخر داك الماء كنحيدو الغطاء وكنخليو الماء يتبخر. فكيف شفتوا شوربه صحيه مزيونه بزاف كتنفع في رمضان. نتمنى انكم تجربوها غادي تعجبكم، خصوصا وضروري انكم تضيفوا عليها عصرة من الليمون، كتجي رائعة رائعة. نتمنى انكم تجربوها وبصحة والراحة.